الروبورتاج لمحمد العيد الهبيهي. التحديات الكبيرة التي عرفتها الفلاحة تفرض عليها رقمنة القطاع، وها هي الفلاحة اليوم تتأهب لهذه الخدمة التكنولوجية الجديدة، وهو المصير الذي سبقتها إليه عديد القطاعات وفي معظم المجالات، ليست في الجزائر فحسب بل في العالم برمته. فالفلاحة سيما منها الفلاحة الصحراوية التي عرفت قفزة نوعية بوادي سوف بات بها اقتحام التكنولوجيا الحديثة أمرا حتميا لتحقيق الرهان فيها على الأرض. فعلا للتكنولوجيا دور كبير في الزراعة وفي الفلاحة، خاصة الفلاحة الصحراوية، لأن نتكلم عن الزراعة الصحراوية هي التي سوف تعطينا الدعم، خاصة لاستعمال ما يسمى بالزراعة الذكية في جنين المحاصيل، في الزراعة، في اكتشاف الأقمار الصناعية للتربة الجيدة، والاستخدام الأمثل للمياه عن طريق استخدام تكنولوجيا السقي وغير ذلك. يمكن له أن يوفر لنا العديد من الطاقة المائية خاصة المستعملة في الزراعة. ممكن اللجوء إلى ما يسمى بالاستشعار عن بعد، ممكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. أما فيما يخص أعتقد أن ربط الجامعة ومخابر البحث يعني في مجال الفلاحة ممكن أن يسهم بدور كبير في نقل الفلاحة من الدور التقليدي إلى الدور حديث. الناس كانت مرغمة على استعمال التكنولوجيات الجديدة، والفلاح اليوم إن شاء الله يعني يقدر يستعملها بطريقة مناسبة، ويعني يقدر يقرأ ويعرف وش صاير في السوق الجزائرية أو الفلاحة الجزائرية مع تغيرات الجو وتغيرات المناخ. التكنولوجيا عندها ميزات وعندها ثاني أضرار. احنا المنتوج تاعنا هذا ربما التكنولوجيا من ناحية التسويق والترويج عندها كما نقولوا حنايا جانب كبير. كنا نستخدم لا تكنولوجيا كنا نلحق الماكسيموم ني فلاحا بامبورت كان نديق لا سوا غودرار نا صحراء نا قريف. C'est un outil très important afin de toucher un maximum d'agriculteurs et de les aider au mieux. C'est un transfert d'informations qui est nécessaire et on fait de notre mieux afin de la réaliser. إزالة العراقيل والحواجز التي تحول دون تطور القطاع ومده بدم جديد من طاقة شبابنا القوية القادرة على تحقيق الرفاه للفلاح وللشعب، مما يجعل من الفلاحة قطاعا متلألئا بعالم الرقمنة في عهد الجزائر الجديدة. هناك شراكة انطلقت بين الجامعات، على الأقل ما أعرفه بحكم أني جامعي، بين جامعة قابس وجامعة الوادي هناك اتفاقيات وهناك عمل ومزيد من الاتفاقيات الرسمية بين سواء منها الفنيين أو الأكاديميين لتبادل الخبرات، لأن حتى الجزائر لها عديد من الخبرات وعديد من التجارب ممكن نستفيد منها في تونس. الرقمنة إذن هي نابعة من توجيهات السيد الرئيس قال في جملة عصرنة الأفكار لا عصرنة الآلات. توجه الدولة حاليا وهو رقمنة كل القطاعات بما فيها رقمنة القطاع الفلاحي، وربما الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية أحسن مثال. كذلك نطمح إلى إدخال الجامعة وتقريبها من مختلف المديريات وتفتحها على القطاعات كذلك، اللي راح تساهم في إحداث الرقمنة، تطبيقات ذكية في المجال الفلاحي. هذه الرقمنة لتسمح بإعطاء نظرة استشرافية فيما يخص كل المخططات في المستقبل. وبما أن البترول ثروة زائلة ولأن الأراضي يمكن أيضا أن تكون مصدرا لثروات طبيعية، علينا اليوم أن نجعل فيها الرقمنة أولى الغايات كما ترمي إليه الدولة الجزائرية.